السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة نعمل مع بعض حلوة كده سريعة وسهلة جدا، في ربع ساعة بالظبط تكون جاهزة معاكي، وهي كيكة البسكويت الباردة. من كيكات كده اللي هي بتدوب في البق وبتبقى حلوة جدا وسهلة جدا. يعني أحسن حاجة إن هي لو حد كلمك وقالك ضيوف ولا حاجة ساعة وجايين هتحضريها في الربع ساعة دي. أول حاجة معانا نص كوباية من الكريم جانتيه البودر، وحطيت معاه 3 معالق سكر. هو الكريم جانتيه خام فحطيت معاه سكر، لو هتجيبيه الاكياس اوريدي بيبقى فيه سكر فما تحطيش. 3 معالق سكر بودره، حابه تقللي عن كده زي ما تحبي. وحطيت كيس فانيليا، وهحط كوبايه من اللبن المثلج، وهنضربهم بالمضرب الكهرباء او المضرب العادي اللي عندك لغايه كده ما يتقل ويبقى كريم جانتيه. يفضل ان انت تحطي معاه جبنه كريمي، يعني حوالي 5 معالق كبار كده، بتدي طعم حلو جدا. بس انا ما كانتش يعني متوفرة عندي فعملت الكريم جانتيه من غير جبنة كريم، بس انا يعني بفضلها كده بصراحة. وهنا عندي كوباية حطيت فيها معلقتين قهوة صغيرين، وحطيت عليهم مية دافية وقلبتهم بقت قهوة كده. وهنا عندي بقى بسكويت شوكولاتة. لو عندك بسكويت سادة عادي جدا، بس انا كان متوفر عندي بسكوت الشوكولاتة ده. جبت بقى البايركس وحطيت من تحت كده كريم جانتيه اللي انا عاملاه. وجبت البسكوت، هجيب البسكوت واغطسه كده في القهوة، بيدي طعم حلو جدا، يعني بيفرق في الطعم. حابة تحطي نسكافيه او قهوة زي ما تحبي، ممكن تعملي كاكاو لو مش متوفر عندك الاتنين، او ممكن تعملي باللبن. بس اهم حاجة نطري البسكوتة شوية علشان ما تاخدش وقت معانا. وهنغطسها كده وهنرصصها على الكريم جانتيه. اول طبقة عملتها من الكريم جانتيه، وبعد كده البسكويت، ونقفل بيها كده الكريم جانتيه كله. وهنفضل نعمل الكمية كلها، وهرشرش كده بالمعلقة الصغيرة بالقهوة. وبعد كده هعمل برضو طبقة من الكريم جانتيه، ممكن تتعمل بالكاسترد، ممكن تتعمل بالبودنج. بالكريم جانتيه اخف حاجة يعني. وزي ما قلتلكوا لو حطيتوا عليها الجبنة الكريمي هتفرق في الطعم جدا. وهساوي بقى الطبقة كده، وهنعمل طبقة تانية برضو من البسكويت، برضو بغطسها في القهوة زي ما انتوا شايفين، وبرصصها، وبرضو بحط عليها كده بالمعلقة قهوة. زي ما قلتلكوا القهوة مع الشوكولاتة بتبقى حلوة جدا جدا، وبتفرق. من اسهل واحلى الكيكات اللي ممكن تعمليها، بتحسي بمتعة كده وانت بتعمليها، مسلية قوي، والشكل الحاجات حلو كده، ويعني سهلة جدا والله يا جماعة. وبتسويها برضو زي ما انتوا شايفين. هنخلص بقى الكمية كلها. حابة بقى تعملي 3 طبقات 4 طبقات، اللي انت حابة تعمليه اعمليه. وهنا بقى الطبقة اللي في النص، حبيت ان انا بعد ما حطيت البسكويت حبيت احط بعد ما احط طبعا القهوة، حبيت احط شوكولاتة. دي الطبقة اللي في النص، انا لسه كده ما خلصتش الطبقات، اللي هي الشوكولاتة اللي انا لسه عاملاها معاكم في اللايف. ده صوص شوكولاتة عاملاه في البيت. هحط لكم الرابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. هتضغطي على عنوان الفيديو هيجيلك صندوق الوصف. حابة تشتريه جاهز زي ما تحبي، بس عايزة اقول لكم الصوص ده حلو جدا وموفر جدا. وبرضو حطيت الكريمة وحطيت البسكويت. وهنا اخر رق معايا احط برضو كده القهوة، وبعد كده هحط اخر طبقة من الكريم جانتيه، دي اخر طبقة هحطها. وبعد كده هنحط على الوش الشوكولاتة برضو، صوص الشوكولاتة اللي انا عاملاه. هساوي بقى الطبقة دي زي ما انتوا شايفين كده، اخر طبقة ما نعلهاش قوي، هنسويها بالمعلقة ونفضل ماشيين كده لغاية ما تتساوى كلها. وهنكمل بالصوص الشوكولاتة. هنحط بقى نكتره شوية كده. انا برضو حاطة طبقة صوص شوكولاتة في النص زي ما وريتكم، بتفرق برضو في الطعم. نكسر الكريمة شوية. هنسويه بقى كده من الوش لغاية ما تتقفل، ونخلي بالنا ما نحاولش نطلع الكريم جانتيه على الوش.
هنا كان عندي بقى البسكوت المدور الشوكولاته ده، ممكن تحطي اللي هو شبيه بوريو، بيدي شكل حلو وبيدي طعم حلو برضو على الوش. حبيت اعمل الشكل ده كده معاكم، كان شكله لطيف كده وهادي، وحطيتها في التلاجة يعني اقل وقت تتاكل بعد ساعتين 3، مش اقل من كده، علشان البسكوت يبقى داب معانا وتعرفي تقطعيها علشان ما تبقاش سايبه منك، بالذات لو بتعمليها في الصيف. يعني ممكن طبعا كل ما بتقعد كل ما بتبقى احلى، ممكن تعمليها بالليل لو هتقدميها مثلا تاني يوم هتبقى حلوة جدا. انا هنا كنت مقعداها حوالي ساعتين في التلاجة، وكانت معايا القطعة زي ما انتوا شايفينها، بس كل ما بتقعد كانت تاني يوم بقى احلى بصراحة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين طبقات البسكويت، هنا البسكوتة اللي فوق دي لسه ما دابتش، زي ما انتوا شايفين طعمها حلو جدا، ويعني حاجة كده منعشة وبتدوب في البق خالص. هي كيكة صيفية اكتر من ان هي تبقى شتوية يعني، بس عادي يعني احنا بناكل في اي وقت، مش بنقول لا. جربوها تعجبكم جدا والاطفال هيحبوها جدا، وزي ما قلت لكم اظن شايفينها سهلة ومش محتاجة بقى ولا فرن ولا محتاجة اي حاجة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وطبعا ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعليقكم اللي بيبسطني. واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.